هدي الحيدر الوايلي. نص جميل جدا يا هدي، الله يحفظك. قطعت بذكاء أن تبتعد عن التكرار والنمطية التي قد يقع فيها بعض الشعراء عندما يكتبون عن غرض كهذا الغرض، وهو الافتخار بالذات والمقدرة الشعرية. بناء النص جميل ومنطقي في تسلسل الأفكار، ولو أردت ذكر أبيات تعجبني في النص لأعدت قراءة القصيدة كاملة. أنا قريت النص من زاوية سيميائية واتجاه نقدي يهتم بتفسير العلامات والإشارات في النص، مثل الصوت والحركة واللون والمكان، اللي كل هذا يخدم فيه فكرة النص وواقع الذات. وضفت مثلا الأصوات في صهيل الخيل، صوت العزاوي، صوت الرعد اللي هو الرذيل، الإرزام أيضا يسمى هزيم الرعد، والإرزام هي أصوات الرعد. وضفت أيضا عوادي، وضفت الحركة باعتليت وصاروخ وتحذف بعدها، كذلك المكان دب النهار، وادي، جبال، فوق الرجم. هذا أعطى جمالية وحيوية للنص. عندك هنا توظيفك لبعض الأعلام المعروفة عند العرب، قص اليادي وأيضا الخلاوي. معروف طبعا أن قص اليادي كان خطيب وشاعر في عصر الجاهلية، يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترحم عليه وكان قد محبه. صح لسانك يا مهدي. صح الله يجزيك. يعني النص كله في غاية الجمال، رغم هذا الحزن ورغم أنها مرثية، إلا أنك ماهر في اصطياد الفكرة المشحونة بالدهشة. أنا راح أعلق على الشاعر نفسه، أقول إنك شاعر وإنسان في غاية الإنسانية مع صب الإصرار والترصد. الله يحفظك. وشاعر ذو بصيرة نافذة. صح لسانك وفارق البيض إن شاء الله. بيتك اللي تقول فيه وصفتي لا غصب كل يفتقدها، مثل فقد العفو حزات الرجاوي. بيت جميل جدا وعجبني، ومعظم ابيات كل ابيات الجميله قصيده. القصيده رائعه. قصيده اخير. وكان هذا النص يشبه البحر في تناقضاته، فالبحر فيه الخير والمشقه والحزن والصبر والامل والرجاء وحتى الياس. والنص هذا يعتبر من النصوص الدائريه، حيث يتمكن الشاعر فيه من ايصال اكثر من رساله بقالب شعري جميل، وبين قوسين وبصلابة الرجل الجنوبي. ألف زوج. الله يعيش في روحي حبك هوايا، تعال حبيبي وخليك معايا. يعيش في روحي حبك هوايا، تعال حبيبي وخليك معايا. بقربك أنا أنسى